تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هذا هو ملعب لوران بوكو في الحضور الرسمي الثاني لأسود الأطلس في نهايات كأس افريقيا الكوت ديفوار 2023 بعد الصورة الممتازة والانطلاقة المثالية لأسود الأطلس 3-0 أمام منتخب تنزانيا. مباراة اليوم هي مباراة للتأكيد مباراة انتصار تعبد المسار نحو الدور الثمن النهائي، وبالتالي مباراة ثالثة قد تكون فرصة لبعض الأسماء الاحتياطية لتاخذ دقائق في يد وليد الركراكي. سيبدأ هذه المواجهة نفس العناصر، زياش يمررها، حكيمي يرفع في القائمة الثاني بالراس كان بالنسبة للأسود هذه الإعادة الرأسية من زياش ولا يرفع بشكل ممتاز حكيم. هذه فترة عطلة رسمية، بينما هنا الإعادة مباراة كانت مفتوحة، مباراة شفنا فيها تقريبا كنا فكرة. هنا كرة ترفع والرأسية تصديد، جول أول مبكر أشرف حكيمي. نعم أشرف حكيمي يفتتح باب التسجيل. هكذا البداية وهكذا الانطلاقة، وأي انطلاقة مثالية يا مغرب، أي انطلاقة مثالية يا مغرب. مروك هنا الراية المغربية خفاقة في مدرجات ملعب بوكو بفرحة وبابتهاج. بريد حتى الآن لم نشاهد بقية اللاعبين، وعندنا ما شاء الله مواهب موجودة. زياش يبحث عن التسديد، يا زياش أي متعة نتابع في الدقائق الأولى. أميان فرنسي وصلت على الطرف الأيمن، كاكولو هنا التسديد. حذاري من مثل هذه التورلات، لأن الأسماء اللي تجيد استغلال المساحات. هنا العرضية خطيرة وهي سيطرة. منتخب الكونغو الديمقراطية سيبادر. دائما عندنا المتابعة للكرات الثانية، رجعت مغربية فيها عرضية انطلاقة من الجهة اليسرى، عرضية يوسف يا يوسف ولكن لا تنسى يا دي صابر، أناحي ليس الوحيد. أناحي استلم الكرة ملاح، يرفع كرة سفيان والثاني قادمة تكون في الشباك إن شاء الله يا سفيان. ويا سندة تأتي من زياش من بعيد، ولكن برافو مرابط، لكن لا زالت كونغولية 3 على صراع محاولة تجاوز سفيان. يا سليم يا أملاح، أتمنى أن كذلك في المساندة الدفاعية الكرة عالية إلى وحتى من الجانبين. بالانطلاقة يوسف الكنترول، وضعية أعتقد سليمة بالنسبة ليوسف انسيرينا. لا بخارج القدم هنا يحصل الكرة، لكن طالت عليه. تلعب الضربة الحرة، مرفوعة الكرة الرأسية خطير. هنا منتخب المغرب في أول كرة خطيرة، مباراة اللي فيها شراسة واندفاع وقوة بدنية، وهذه الأشياء اللي نتائج متباينة حقيقة. كذلك عشاق الكرة، ولكن في النهاية بونو يا بونو كبيرة فيك يا بونو. هكذا كانت الصورة. هات نعم، ذكرى كاس العالم، غطى الجهة اليمنى، وقوفك في حد عليك يا حكيمي. يرجع زياش، خلينا ناخذ بطاقات صفراء بين قوسين مجرى. هذا هو الكان، لازم تكون نعم شرس في هذه الإعادة لكرة سيدريك القراءة الجيدة والمسبقة، لأن سيدريك لمن المتابعة في دفع في إعادة مجددا. الكرة الماضية والدفع كان موجود في حق اللاعب زياش. ارفع يا زياش، الثاني دي صابر. هل ينتبه لهذه النقطة؟ عموما هذه غريب، أصبحنا نخسر الكرات في الوسط، يعني هذه ليست الديمقراطية. سيدريك باكامبو في صراع مع ترفع الكرة ياسين، بعد ذلك في الطرف الأيمن هنا خطيرة، وسفيان تحرك. شوف التحرك سفيان، ماذا هو مصدر الخطورة؟ حكيمي حاول التغطية من إينونغا، وناحي سقط، وبعد ذلك زياش سقط. مراقبة من سايس وبعد ذلك يحاول انه يوصل لمرمى الحارس ياسين. يلعب التماس داخل منطقة الجزاء. حتى بعض الأسماء بسبب حرارة الطقس ونسبة الرطوبة عنده كارت أصفر. سترفع دي الكرة خطيرة مرة. إعادة مجددا، شوف الإعادة مجددا، لم تذهب بعيدا عن مرمى يسعة. الثابتة كانت أصعب على الوليد الركراكي، لازم يدخل بعض الأسماء، لازم يدخل بعض المباراة ويسيطر على إيقاع المباراة. ممكن يوصل في لبسة من زياش، العرضية من حكيمي والثانية سفيان غير معقول. جات سددها
حاول يغالط حارس المرمى لكن بعيدة. زياش يمرر فيها جول لا حتى بشكل ممتاز. هنا فسح خطأ من سفيان وصعبة يا نايف في هذه اللقطة. هنا عطيت كورة لكونغو رجلوا على الكورة قبل اللعب ما فيهاش تدخل وبيقرب المغرب للانتصار من خارج منطقة الجزاء باليسرى. نعم كذلك أناحي وزياش يدخل أناحي يلعب الوان تو. نريد الثاني حتى نطمئن أكثر والثاني ممكن في بالك يا شيبي رد بالك يا شيبي. هنا العرضية وبرا الله يا سفيان عندك يا سفيان يا بوفال مباراة كبيرة جدا دفاعيا. هنا المراوغة اللقطة الماضية والتدخل هوية أخرى. اللقطة الماضية إلياس حكيمي وسط كونغولية شيبي بعد ذلك لويسا. هذه الإعادة دخول بعض اللاعب مرور حكيمي ما مرش حكيمي والإبعاد. إذا ترفع ديال الكرة تكون هناك تصديات لياسين في هذه المسيري كما قلت. عزلة كبيرة يعيشها في هذا الشوط الثاني 0. هذه الإعادة اللقاء القادم على مرمى ياسين العرضية هدف التعادل كاتومبا مفومبا. اللاعب البديل يستفيد من عرضية اللاعب إيليا. البدلاء من صنعوا الهدف، البدلاء من كانوا حاسمين في هذا الهدف. إيليا العرضية وبعد ذلك كاتومبا مفومبا يضع في الشباك لتتغير النتيجة. 1 مقابل. انطلاقة من بلال الخنوس 1-2 مع إيليا بعد ذلك يدخل إيليا صعبة يحرم منتخب الكونغو من ثاني الاهداف. هذه البديل مرفوعه كره داخل منطقه الجزاء لكن عاليه بعيده تماما تخرج الى ضربه مرمى. يبحث عن الانتصار سفيان مرابط المغربي. هذه العاده مجددا. اللقطه الماضيه كان في تدخل تمشي الكره لحريت يلا يا حريت علي يا حريت العرضي ضاعت الكره. ليس هناك خطا هنا في عمليه المسك لانه مرورهم هنا كان سيشكل صعب عليه اكمال المباراه. تشيبولا مجال التسديد التصدي من اروع ما يكون. شوف الاعاده يا لصعوبه 1-1. الكونغوليون كانوا قريبين جدا. حارت يراوغ حارت يلا يا حارت يلا يا امينو. هذه الاعاده هنا كان ممكن هنا لما راوغ الى الشيبي عرضيه الشيبي الراسيه ممكن تماما عنده الاسبقيه الكعبي. شوف الاعاده الكرات الشيبي هذه من العرضيات يرفع كره في القائمه الثاني ولكن باسيف